السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على حضراتكم وأهلا وسهلا بكم في والكورة. النهارده معانا مباراة وادي دجلة والزمالك في الجولة الخامسة من دوري نايل 25/26. هنتكلم بعد الفاصل في مباراة تشكيل الزمالك، إيه اللي عمله فريرة، لعيبة الزمالك إيه اللي حصل بالظبط، ولكن بعد الفاصل. الزمالك بدأ بتشكيل مكون من صبحي في حراس المرمى، على اليمين عمر جابر وعلى الشمال بنتايج، وفي النص الونش محمد مجيد. خط الوسط مركز 6 سيف جعفر، وعلى يمين ناصر ماهر وعلى شمال عبد الله السعيد. وفي الهجوم على اليمين وان بزيرو، وفي النص عضية الدباغ، وعلى الشمال شيكوبان. ده كان تشكيل الزمالك النهارده. نتكلم بقى عن الشوط الاول وعن الزمالك اللي ما شفناهوش. الزمالك لا لون ولا طعم ولا ريحه، زي المايه تمام، مش اي حاجه خالص غير الخطا اللي حصل من المدافع. كرة خدها ناصر ماهر في الدقيقه 10 وسجل فيها الهدف الفاول للزمالك. ما شفناش بصراحه اي حاجه تذكر من الزمالك في الشوط الاول، لا ظهور لبعض، لا فتح ملعب، لا نقل كوره، لا جمل موجوده في الملعب، لا اداره من المدرب خلال الشوط الاول. كل اللي شفناه ان وادي دجله ابتدى يضغط الزمالك كل حته في الملعب، خلى الزمالك مفيش استحواذ تماما، نقل فقير يلعب كوره طويله، يبدا وادي دجله كان بيلعب على حته، يعمل باسنج ورا في المنطقه الدفاعيه، يخرج 2 3 لعيبه من الزمالك بره اللعبه تماما، ويبتدي يهجم بكل خطوطه، يبقى في مساحات واسعه، يبتدي الكوره يمين وشمال. ما كانش ليه خطوره بس كان ليه استحواذ كامل، وليه السرعه في استخلاص الكوره. الزمالك الكوره ما كانتش بتقعد في ايده اكتر من برجله اكتر من دقيقه على طول، وادي دجله يستحوذ على الكوره. فبصراحه احنا ما شفناش حاجه تذكر لا من اللعيبه ولا من المدرب الشوط الاول. الشوط فعلا فقير فنيا جدا من الزمالك، ونقول طبعا لوادي دجله يعني ده الشوط الاول مهزوم، بس الصراحه انت مستحوذ على الكوره، بالتالي مفيش فعاليه هجوميه، بس في فكر وفي شك في الملعب. لا، ناس بتنقل الكوره على الارض، ناس بتظهر لبعضها، الكلام ده ما شفناهوش خالص من لعيبه الزمالك كلهم. فلعيبه الزمالك والمدرب بتاعهم كانوا بره الفورمه تماما. الشوط اللي شفناه ده ملوش علاقه بالماتش ده، الماتش اللي فات او الماتش اللي قبل الماتش ده، فعلا مفيش اي شكل للزمالك فيه. ده كلامنا عن الشوط الاول، ما كانش فيه حاجه غير ان الزمالك ما شفناهوش، الزمالك كان عامل زي المايه. نكمل مع بعض الشوط الثاني ان شاء الله بعد الفاصل. قول كورة واحنا كمان هنقول. الشوط الثاني زي ما بدأ الزمالك الشوط الاول بدأ الشوط الثاني، مفيش وجود تماما. الشوط الثاني ده نقدر نسميه شوط محمد الشيخ مدرب وادي دجله، وشوط وادي دجله. وادي دجله يعني علم الزمالك الشوط ده قانون اللعب بصراحه، نقل الكرة على الارض، وصل، ضاعت منه فرص كتيره، قدر يقلب النتيجه، كان مغلوب 1-0. خطأ من فتوح، زي ما كان في خطأ من وادي دجله في الشوط الاول الزمالك حظ الهدف، خطأ من فتوح وادي دجله حظ برضه الهدف. دجله لا لعب على الزمالك، لا راح وجاب الجول الثاني وتفاقد بالنتيجه تماما. شفنا لعب من وادي دجله في كل انحاء الملعب، يعرف يسحب الزمالك كويس جدا، مين قال يخلق فرص. لا بصراحه المدرب عمل كل حاجه في الكوره، يعني كل الشكر طبعا لمحمد الشيخ واللعيبه بتاعته، اللي طبعا مقارنه بلعيبه الزمالك اقل فنيا كتير، ما عندهاش احتكاكات كتير زي الزمالك. المعسكرات بتاعتها طبعا الزمالك بيعمل معسكراته ويطلع بره لا، وادي دجله في حدود امكانياته عمل ماتش، يعني انا شايف لا في حدود الامكانيات دي ماتش فوق العادي. المدرب تفوق على نفسه، تفوق على فريقه، تفوق على الزمالك بالكامل، لعيبته ادت اللي عليها، وفعلا قدر يوصل من المربع اللي هو عايزه، كسب. بل بالعكس كان ممكن يزود النتيجه، ممكن النتيجه تتقل قوي على الزمالك تبقى 3-1. فاللي شفناه من الزمالك يعني لا، مش هو ده الفريق. نرجع ونقول بقى ايه، وعادة ريما ولا عادة القديم، القصة كلها لازم الزمالك يبتدي يعكنن على جماهيره. ماتش سهل جدا، ماتش تكسبه وتعتري الدوري، تنفرد بصدارة الدوري، تعمل كل حاجة في الدنيا. امبارح بيراميدز خد 3 نقط وابتدى قرب من المنافسة، الاهلي خسر 3 نقط، يعني الدوري وظروف بتقول لك لا يلا اعتلى القمة، وايه بتلعب مين؟ وادي دجلة الصاعد، يعني يلا اوصل خد ال3 نقط عشان تعتلي قمة الدوري. لا، انا لازم اعكن على الجماهير. ماتش سهل زي ايا كانت الظروف، انا عندي لعيب ناقص مركز 6 مش هو اللي هيعمل لي الفريق ده، بس اللي احنا شفناه لا، اللعيبه هيعمل فرق. واحنا هنتكلم بقى على الاستخدامات، اللعيبه اللي انت جبتها ما عندهاش الحلول، انا بتكلم كاستخدامات ان تديك اللي تعمل لك الفرق. يعني المفروض كنا نشوف ادم كايد يعمل فارق، لا ادم كايد مستواه قليل جدا. شيكو بانزا لا زي ما قلنا كده عايز شغل مدرب كتير، ما شفناش عمل فرق، بيلعب بعصبيه، بالك عافية شويتين 3، بيعمل كورة غريبة قوي، يعني لو استخدم دماغه شوية ممكن يعمل شوية شغل كويسين جدا. الراجل وان بيزيرو ده أنا شايف إن يعني لعيب كويس جدا. كانت عبد الله السعيد ناصر ماهر ابتدوا يلعبوا
الراجل ده كويس جدا، ابتدى دخلوه كمان اللي جوه الملعب شويه من الناحيه اليمين يدخل لجوه الملعب، لا هيعمل فرق كبير جدا مع الزمالك. لما فيش كور بتوصله بشكل كويس ما عرفناش نستثمره في الماتش ده بشكل كويس. طبعا خط الدفاع ولا حرج، لا في قصور رهيب. خط النص ابتدى يكون مش موجود، عبد الله السعيد بناصر ماهر بسيف جعفر. خط الهجوم لا تواجد. لما يحصل كده من فريق اقول لا الفريق الثاني قدر يقضي على جميع مكان يعني فعلا محمد الشيخ قدر يوقف الزمالك تماما. مشروع كبير لمحمد الشيخ مدرب وادي دجله، ووادي دجله على المباراه اللي عملوها. مبروك ليهم الفوز. هنقول هارد لك للزمالك؟ لا بصراحه الزمالك كان المفروض احسن من كده. مبروك وادي دجله. لو هنقول هارد لك للزمالك طبعا لا، بس عايزين نشوف ده هو سقوط القطبين. الاهلي امبارح بيخسر باداء يعني للنسيان. نقول كده الزمالك النهارده بيخسر برضه واداء للنسيان. الفرقه المقدمه دي والقطبين الكبار دول لازم نشوفهم مدرب كويس. عايزين نشوف الكلام ده ينعكس على المنتخب. عايزين لعيبه كويسه وجاهزه. اللي احنا بنشوفه ده دلوقتي انا المستوى المتذبذب ده مش هيوصلنا لشيء. لا عايزين نشوف دوري قوي، وعايزين فعلا الفرق الصغيره كده زي ما كنا بنتكلم كده، فرق تنزل عايزه تكسب. بس انا عايز اخد نقطه من الاهلي او من الزمالك. فاللي عمل النهارده وادي دجله يشكر عليه مقارنه باللي عمله علاء عبد العال مع ماتش المحله مع الاهلي، ان انا لا اتعادل اعمل ديفنس انا مش عايز اتغلب. النهارده وادي دجله عمل العكس تماما، لا انا عايز اكسب وهاجم الزمالك، وقدر يبقى على مكان وقف الزمالك بالكامل، وقف كل خطوط الزمالك وتسيد المباراه بالكامل، وقدر يقلب النتيجه. هزيمته 1-0 في الشوط الاول بتفوق 2-1، كانت ممكن النتيجه تزيد. مبروك لوادي دجله مره ثانيه، هارد لك للزمالك. وبعد الفاصل ان شاء الله نتائج الجوله الخامسه ان شاء الله. قول كورة واحنا كمان هنقول. ورجعنا لكم تاني هنقول نتائج الجوله الخامسه من دوري النايل 25/26. نزل معانا على الشاشه دلوقتي جدول النتائج. المقاولين العرب وسيراميكا 1-0 لسيراميكا. الاتحاد السكندري وانبي 3-0 لانبي. بنك الاهلي وطلائع الجيش تعادل سلبي. الجونه وزيد تعادل ايجابي 1-1. الاسماعيلي وغزل المحله 3-0 لغزل المحله. الاهلي وبيراميدز 2-0 لبيراميدز. مودرن سبورت حرس الحدود 1-0 المودرن. المصري وقراب اسماعيليه 4-0 المصري. سموحه بتروجيت تعادل سلبي. وادي دجله والزمالك 2-1 لوادي دجله. دي كانت نتائج الجوله الخامسه من دوري نايل 25/26. الجوله دي احنا هنسميها جوله سقوط القطبين، جوله هزيمه الاهلي والزمالك، جوله الاداء السيء من المدربين واللاعبين. فعلا محتاجين الاهلي والزمالك يلموا نفسهم بسرعه، نلم اوراقنا بسرعه جدا. الاهلي يبقى بنتكلم في مدرب يجي بسرعه، تمام، فتره توقف دولي. طبعا كل التوفيق لكابتن حسام والقائمه اللي اختارها في المباراتين اللي جايين ان شاء الله. محتاجين الاهلي والزمالك يلموا نفسهم بسرعه، لان الكلام ده كله بينعكس على المنتخب وعلى قوه الدوري المصري. كل التوفيق كل الفرق، ونقول السلام عليكم في قول كوره. حكم السابق هشام حامد.